لما يكون عايش في بلد حضرتك انسان ملحد ما بيعترفش بوجود اله، يبقى هو في حاله واحنا في حالنا وملناش دعوة. طب لو في يوم عرفت ان جارك اللي جنب البيت عندك مربي معزة وبيعبدها، تقول ايه؟ برضه ملناش دعوة. طب لو في يوم عرفت بقى حضرتك ان جارك المسلم ما طلعش مسلم، تعمل ايه؟ هنا بقى يبقى لينا دعوة ونرد عليه ونكشف حقيقته لحضراتكم ونقول له جيت في ملعبنا يا معلم. مين ده بقى؟ ده الملحد والكافر سيد الإمني. وفي الفيديو ده جمعنا لكم كل حاجة عايزين تعرفوها عن سيد الإمني علشان ما تتعبوش نفسكم وتدوروا في أماكن كتير. فروق دنيتك وريح في قعدتك واشرب قهوتك وصل على النبي. سيد محمود علي الإمني ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بيه يوم 13 مارس سنة 1947. وسيد الإمني حضرتك هو من مواليد مدينة الواسطة التابعة لمحافظة بني سويف بلد الردالة. وإن دانا الهوى دانه ما داناش عنه مدانة. واللي ما يعرفش من حضراتكم سيد الإمني فالكائن ده درس في جامعة عين شمس كلية الفلسفة، وهو من أسرة بسيطة جدا في قرى الصعيد من بني سويف، أسرة متدينة جدا زيها زي أي أسرة مصرية اللي معروف عنها الجدعنة والرجولة والشهامة والتدين. والصعيد طبعا معروف طول عمره بكده، ابو الواجب يا واد عمي. بس علشان سيد الإمني ما كانش ليه في الكلام ده ولا يعرف حاجة عن الأصول ولا الجدعنة ولا حتى التدين، فكان دايما بيحب تسليط الضوء عليه شويتين تلاتة كده. يعمل ايه بقى؟ خد بعضه وراح علشان يعمل دراسات عليا في مقارنة الأديان في الجامعة الكاثوليكية المسيحية، ودي جامعة خاصة لصاحبها القديس يوسف. تخيل بقى يا مؤمن لما حضرتك تحب تعمل دراسات في مقارنة الأديان، من الطبيعي ان حضرتك تطلع على الأزهر الشريف، لكن سيد الإمني ساب الأزهر الشريف اللي هو منارة العلم في العالم الإسلامي وراح يحضر دراسات في مقارنة الأديان في جامعة مسيحية وكمان خاصة. وده طبعا حضرتك إن دل على شيء فأكيد بيدل على هدف خبيث لسيد الإمني عايز يوصل له. بعد كده خد بعضه حضرتك وطلع على أمريكا علشان يضرب شهادة دكتوراه مزورة من الجامعة الوهمية المجهولة اللي اسمها كاليفورنيا الجنوبية اللي مش موجودة أصلا. بس في الحقيقة سيد الإمني ضارب الشهادة دي عند عيلة في أمريكا مشهورة جدا بالتزوير اسمها عيلة فاولر، اللي تقريبا 3/4 العيلة دي موجودين في السجون لحد دلوقتي. ونخش على اللي بعده. سيد الإمني يا حضرات عاش ومات ملحد وأعلن كفره رسميا في مؤتمر عالمي كبير جدا في بروكسل. يعني كان حاضر 7-8 ملحدين كده، ويجي بعد كده يطلع في القنوات الفضائية يقول لك أنا مسلم صحيح الإسلام، لا ويطلع بعد كده يقول لك أنتوا عارفين كمان إن أنا نشأت في بيئة متدينة ومنزل بيرعى محارم الدين. طب يا عم سيد ما أنت كويس أهو وفي بيئة كويسة ومتدينة، أمال إيه اللي خلاك تنحرف عن طريق الحق وتتعوج عن الشجرة بتاعت العيلة؟ وانا اللي اعرفه ان الشجرة اللي يقل طرحها تستاهل قطعها. وسيد الإمني يا حضرات كان طرحه كله سم وغل وحقد للإسلام والمسلمين، بس هو كان ملحد مستخبي في عباءة الإسلام. سيد الإمني يا فندم اتريق على الإله واستهزأ بالإله والعياذ بالله وشبه الإله بالمعدن. تخيل يا مؤمن. ويجي يقول لك ما انتوا عارفين ان المعدن بيتمدد بالحرارة وكلنا بنشوف ده، وتيجي انت تقول لي ان ربنا قاعد فوق في السماء على كرسي. طب اشوفه ازاي؟ ومن قلة ادبه يا مؤمن مع ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لك لو عايزني اؤمن بوجود اله للكون خدني طلعني فوق في السماء وريني الاله وانا اتبع هذا الاله واؤمن بيه. ياخدك فين؟ خدك ربنا يا بعيد. الله ياخده فين؟ ما هو ربنا خده خلاص. يعني كمان بينكر وجود اله للكون سبحانه وتعالى لمجرد ان هو مش شايفه. طب يا عم الملحد هبسطها لك، اديني عقلك وامشي حافي. ده كلام للملحد. لو جيت دلوقتي قلت لحضرتك امسك سلك الكهرباء العريان دوت وانا مسكت الطرف التاني من السلك، هتعمل ايه؟ طبعا هتفضل ماسك السلك العريان. خلي بالك انا بتكلم عن سلك الكهرباء. طب لو جيت دلوقتي قلت لك خليك ماسك السلك العريان واروح احط لك الطرف التاني في الكهرباء، هتعمل ايه؟ طبعا هتسيب السلك من ايدك وتيجي تقول لي ما هو بقى فيه كهرباء. هقول لك فين بقى الكهرباء دي؟ ها فين الكهرباء؟ انا ما شفتش حاجه في السلك. السلك اللي قدامك واللي انت ماسكه في ايدك زي ما هو ما تغيرش فيه حاجه. فين الكهرباء؟ هو ده كلامي معاك يا ملحد بنفس المنطق ولله المثل الاعلى. انت بتقول لي مفيش اله للكون علشان انا مش شايف الاله بعيني، وانا بقول لك مفيش كهرباء في السلك اللي انا موصله لك في الكهرباء، وامسك السلك ده بايدك وانت خفت منه عشان تقول لي فيه كهرباء. طب انا كمان مش شايف الكهرباء،
ده طبعا مثال بسيط جدا علشان ابسطها لك، ولله المثل الاعلى. خلي بالك انا بضرب لك مثل بشيء بسيط جدا من خلق الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالخالق نفسه يا عم الناصح. سيد الامن بيقول لحضرتك يا مؤمن، لو اعتقدت ان اسلامك ودينك صالح لكل زمان ومكان تبقى ارهابي بالضرورة. يعني من الاخر عايز يقول لحضرتك كده يا مسلم يا مؤمن ان دينك بقى منتهي الصلاحية. ويا ريت بقى هيقول لك دور لك على دين جديد، لا ده عايزك تلحد رسم فهم نظمي. ويجي واحد ملحد من اتباع سيد الامني ويسأله ويقول له هو احنا ليه بنعبد ربنا؟ هو احنا ليه علاقتنا بربنا ما تبقاش الند بالند وناخد وند معاه في الكلام؟ واخد بالك يا حاج محمد؟ معلش يا جماعه، اصله كان فاكر نفسه هياخد واحد صاحبه ويطلع يقعد على القهوه يشربوا كوبايتين شاي ويضربوا لهم حجرين وبعد كده يروحوا. يرد عليه بقى سيد الامن ويقول له ايه؟ يقول له ما تكلمنيش في الوهم تاني، الله يبارك لك. واخد بالك انت برضو يا حاج محمد؟ سيد الامني بيقول للملحد الله يبارك لك. طب ازاي يا امني؟ منين يا امني طول عمرك مش معترف بوجود اله اصلا ودلوقتي جاي تقول له الله يبارك لك؟ يعني يا فندم تقدر تقول حضرتك كده ان سيد الامني كلامه بيناقض نفسه، او ان الفاظه بتخونه بسبب الملوخيه والبلوزه اللي في دماغه. وفي سنة 2016 في بروكسل في المؤتمر العالمي الكبير اللي كان عامله وكان حضره 7-8 تنفار ملحدين كده، اعترف بكفره رسميا، وكأنه يعني بيعفي الازهر الشريف من الحرج. قال يعني الازهر ما يعرفش ان هو كافر، بس هو علشان سيد الامني بيحب الشهرة والاضواء والترند فحب يجيب الازهر الشريف في الحكاية والموضوع، علشان يعني يبين للناس ان الازهر الشريف مستعني بيه وعامل له حساب. لكن في الحقيقة يا فندم لو دورت ورا الملحدين لا هتلاقي ليهم لا تاريخ ولا سيرة ولا حتى ظهور ولا شهرة غير في الغرب، الغرب اللي بيدعم اي شيء ضد الاسلام. لا وتخيل كمان يا مؤمن انه قال على الاسلام والمسلمين ان هم سبب نكسة 67. ما يعرفش ان الشيخ الشعراوي رحمه الله سجد لله شكرا علشان لو كنا انتصرنا كنا هنبقى في احضان الشيوعية. ده غير طبعا كتابه العبيط عن الاسطورة والتراث. لا مش الاسطورة محمد رمضان، الكتاب اللي كان عن ستنا مريم العذراء والدة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والكتاب ده يا حضرات كان عامله مخصوص علشان يطعن في شرف والدة نبي من انبياء الله. ده غير طبعا ان سيد الامني زي ما حضراتكم عارفين دايما انه كان بيستهزأ بالدعاء لله سبحانه وتعالى، ويقول لك يا عم هو انت ليه مأجل استجابة الدعاء دلوقتي؟ هو انت دلوقتي ما معكش الادوات اللي هتخليك تستجيب الدعاء وبعدين هتبقى معاك؟ ده طبعا كلام سيد الامني. ما يعرفش بغبائه ولا حتى سمع في مرة عن تسبيب الاسباب، ولا حتى سمع عن ايات الله سبحانه وتعالى في تأخير استجابة الدعاء للانسان المؤمن الموحد بالله. تقريبا يا اخوانا ما كانش عنده وقت يفتح المصحف ويقرا كلام ربنا. طب كنت اعتبرته يا ابني من ضمن مقارنة الاديان اللي حضرتك عملتها يعني؟ ما سمعش هو بقى عن السنن الكونية ولا عن الامور القدرية ولا حتى على نواميس الكون. الظاهر كده يا جماعة ان سيد الامني كان فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيوقف المجرة علشان خاطر عيونه. سيد الامني يا حضرات اتريق على معجزات الرسل، اتريق على معجزة سيدنا موسى والعصاية، واتريق على معجزة الاسراء والمعراج. وقال لك طب انت يا موسى شايفين قلة ادبه مع التعامل مع الانبياء؟ قال لك طب انت يا موسى شايف محمد اخوك طلع لك فوق وهو تعبان وعايش في عيشة قحطة، اديله العصاية يعمل بها شوية شغل. ده طبعا كلام سيد الامني عن معجزات الرسل. لا مش كده وبس، ده البعيد كمان استهزأ بمعجزات الله سبحانه وتعالى، ويقول لك هو ليه الاله يتعب نفسه يعني ويقوم كل يوم المغربية يلم المصابيح والنجوم من المخازن ويرصها كده في السماء، ويرجع يتعب نفسه تاني الفجرية ويلمهم تاني من السماء يحطهم في المخازن؟ طب ما يكتب في السماء انا الله يا ولاد التيت واحنا نؤمن بيه وما يغلبش نفسه. ده طبعا كلام الجاهل سيد الامني. ده على اساس ان شاء الله ان ده لو حصل كنت هتؤمن، صح؟ ما هو اصل اللي قبلك زمان يا سيد يا امني برضو طلبوا وشافوا بعينيهم معجزة انشقاق القمر ومع ذلك ما حدش فيهم امن لا بالله ولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الامني يا جماعة نسي يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، بس هيتأدب مع ربنا ازاي؟ اذا كان هو نفسه مش معترف بوجود اله يبقى يعترف بوجود ادب؟ ما افتكرش. سيد الامني يا حضرات شايف ان الفتح الاسلامي لمصر ده كان احتلال باسم الدين. ايوه طبعا هو شايف كده، بس الحقيقه انا ما اعرفش هو كان بيشوف منين بالظبط. ويرجع من يمه تانية يقول لك هو انتوا ليه زعلانين من احتلال الغرب للدول العربيه الاسلاميه بتاعتنا؟ ده احتلال جميل وكيوت. وسيد الامني فعلا كان بيتمنى احتلال لدولنا العربيه الاسلاميه من الغرب.
بس الحقيقة هو كان عنده شرط بسيط جدا، كان بيتمنى الاحتلال ده لما يجي يحتلنا اي مستعمر اجنبي يحتلنا، وبشرط ان هو ينشر المناهج التعليمية بتاعته في بلادنا العربية والاسلامية، وتحديدا واهم شيء يلغي المنهج الديني من المناهج التعليمية بتاعتنا. وده طبعا علشان هو شايف ان المناهج بتاعتنا خلاص ما بقتش توائم العصر ولا تواكب العولمة اللي احنا عايشين فيها. طب يا عم سيد، انت ما كانش عاجبك العيشة في بلدنا، ما تروح يا عم تعيش عند حبايبك، وبلاش بقى تشغلنا برأيك التافه وخليه لنفسك. لا وكمان يا مؤمن يقول لك سبحان الله، شوف يا مؤمن يقول لك الأديان كلها حلت مشاكلها بالتنازل إلا الإسلام لم يتنازل أبدا. وهنا حضرتك أقدر أقول لأي ملحد ممكن يسمعني ولا حاجة أو يسمع الفيديو دوت إن شاء الله لما يوصله إن إسلامنا ما فيهوش مشاكل. انتوا يا ملحدين اللي بتحاولوا تخلقوا مشاكل في الإسلام، طبعا إرضاء لأسيادكم. معلش اصل احكام الشريعه الاسلاميه ما كانتش جايه على هواه. والدليل على كده ان سيد الامني يطلع في مقابله تلفزيونيه ويقول لك يا عم سيب بنتك تصاحب وتخرج وتبوس. ايوه يا فندم زي ما حضرتك سمعت كده، عايز بنتك تطلع تصاحب وتبوس. مش كده وبس يا فندم، لا ده كمان سيد الامني عايز يشوف كرنفال بوس في الشارع. ما تستغربش حضرتك من كلام الملحدين دوت، لانهم في الحقيقه ما يفرقوش حاجه عن الخنزير. ما عندوش حاجه خالص الملحد ده اسمها نخوه ولا رجوله ولا حتى غيره على شرفه وعرضه. عادي جدا ان اي ملحد يسيب بنته تخرج تصاحب وتبوس وتتنازل عن شويه حاجات كيوت كده، عادي اصلا، يعني ماما عادي. يا مؤمن ده بيستعمى نفسه ونظره وبينكر وجود السماء اللي فوق دي، بيستعمى نفسه وينكر وجودها، ويجي يقول لك انا مسلم صحيح الاسلام، ومن ناحيه تانية يقعد مع الملحدين ويقول لهم انتوا ولادي، انتوا زرعتي في الدنيا، انتوا النبته اللي انا طلعت بيها، دي كانت زرعه منيله. تخيل حضرتك ده لو كان زرع صبار كان هيبقى احسن، والله كنا هنستنفع بيه. ودي حضرتك كانت بعض المقتطفات المنيله ب 60 نيله عن سيد الامني، ونخش على اللي بعده. سيد الامني يا فندم لما حس ان اخرته قربت خلاص ومش لاقي مكان يندفن فيه، قال لك اما مايل على اولاد فرج فوده اوصيهم بان انا لما اموت يندفن ويدفنوه جنب ابوهم فرج فوده. بس الحقيقه حضرتك ان اولاد فرج فوده رفضوا وصيته وبلغوه بالرفض التام. هتقول لي دلوقتي حضرتك طب وليه؟ ما اولاده واهله في مدينه الواسطه في بني سويف هم اولى بيه يندفن هناك. هقول لك لا طبعا، لان والدة سيد الامني اتبرأت منه تماما لما عرفت وسمعت بإلحاده وبعده عن الدين الاسلامي، واهل بلده في الواسطة كمان هم كمان حضرتك حلفوا عليه 100 يمين ما هيندفن في البلد كلها. علشان كده سبحان الله يا مؤمن ما كانش لاقي مكان في الارض يلمه، راح بعد كده بالبيس اشترى هناك مقبرة عشان يتنيل عشان يندفن فيه. يا مؤمن ده بسبب سيد الامني كان هيلحد الفنان محمود الجندي، وطلع بلسانه قال الكلام ده في حوار تلفزيوني، بس الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى رجع لعقله محمود الجندي الفنان الكبير المعروف، ورجع عن الالحاد ورجع في اسلامه تاني الحمد لله. وعندك كمان سارة حجازي الحدت وانتحرت بسبب سيد الامني، ومات سيد الامني. ربنا سبحانه وتعالى خده وريحنا منه يوم 6 فبراير سنة 2022 عن عمر 74 سنة كفر وإلحاد. وبعد ما مات طلعت فاطمة نعود تقول لك الله يرحمه سيد الامني في الجنة. غريبة الناس دي يا فندم والله، تعيش طول عمرها ملحدة وفي الآخر بتطلب الرحمة والجنة من إله هم أصلا مش معترفين بوجوده، ويتمنوا كمان دخول الجنة هم أصلا مش معترفين بيها. وعندك كمان تلميذ سيد الامني خالد منتصر العلماني الملحد، بعد سيد الامني ما مات وخالد منتصر شاف شماتة الناس في موت سيد الامني، طلع وقال لك ارى القمني يضحك مطلا من السماء. السماء دي خلي بالك ان سيد الامني وخالد منتصر مش معترفين بيها اساسا. على الشامتين مشفقا على هشاشتهم، للدرجات دي كنت واجعهم. واجع مين يا ابني؟ ده ما كانش ليه عازة ولا لازمة زيك بالظبط يا خالد يا منتصر. واجع مين يا ابني؟ انت عبيط؟ يعني من الاخر كده الملحدين بيطلبوا الرحمة من اله في اعتقادهم مش موجود. طب ازاي؟ طب ازاي يا عم الملحد انت بتطلب مني الدعاء بالرحمة من اله انت اصلا مش معترف بيه؟ يعني اديني عقلك وامشي حافي لا مؤاخذة يعني. لا واللي يضحكك اكتر حضرتك كمان ان عزاء سيد الامني ولاده الملحدين زيه يعملوه في مسجد. تخيل يا مؤمن، مسجد المشير طنطاوي. هتقول لي طب ازاي يتعمل عزاء في مسجد؟ ويا ترى بقى في شيوخ هيقرأوا عليه قرآن ولا هيقولوا ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك لا طبعا، واحد زي سيد الامني ده يوم ما يقرأ عليه هيقرأ عليه حسن شاكوش وحمو بيكا،
وفي الاخر الحلقه يا اخوانا اتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت لو لسه معانا لحد دلوقتي وما اشتركتوش في القناه تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ومستني منكم اللايك الجميل والتعليق الاجمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.